الأمن هو أمن جمهوري يسعى إلى خدمة المبادئ الجمهورية ويسعى إلى خدمة المواطن ولا يسعى إلى خدمة الوطن. فولاؤنا أولا وأخيرا لا لأي حزب ولا لأي فريق ولا لأي سياسة، إنما حزبنا وولاؤنا للوطن. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أود أن أؤكدها من هذا المنطلق، وأن تجاذبات على خلفية ما سينجر بعد انتهاء الشرعية القانونية للمجلس الوطني التأسيسي، والكثير لعب على الوتر هذا، والكثير أراد أن يزج بالمؤسسة الأمنية في هذه التداعيات. نحن نقول لا دخل لنا في السياسة، ولو أن الشأن السياسي يهمنا، أما لا دخل لنا في السياسة. نحن ولاؤنا للوطن، نحن موجودون قبل 23 أكتوبر، وكذلك سنظل موجودين بعد 23 أكتوبر. نحن مرفق عام نؤمن المواطن، نؤمن ممتلكات الدولة، نؤمن استمرارية النظام، مش استمرارية النظام، نؤمن استمرارية مرافق الدولة. هذا نؤكده حتى لا يزج بنا في تصورات تملي على أطراف سياسية، وأنه تجبد المؤسسة الأمنية أو الإطار الأمني إذا صفى. نحن نؤكد كنقابة واحدة، نقابة الأمن الجمهوري، وأكدها، وأنه سوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة وبكل ما أوتينا من عزيمة وبكل خاصة ما أوتينا بوطنية أن يستمر المحافظة على الأمن العام ولو بعد 23 أكتوبر، ونخليه الأمر السياسي للسياسيين، ولسنا معنون بالتجاذبات السياسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حتى لا أثير هذه الرسالة وأن أعتبر